عليكم ورحمة الله. اللهم يا رب ارحم هذا الرجل وأسكنه فسيح جناتك يا رب. البارحة كان كل محبي وأهل الراحل محمد بوسماحة على أعصابهم. تابعنا معا أخبارا متضاربة لعبت على أعصاب الجميع، وبعد التأكد من أن الفنان محمد بوسماحة قد انتقل إلى جوار ربه، أصبح الآن السؤال الأبرز والذي بدأ عدد كبير من متابعي الراحل يطرحونه هو كيف تعرض هذا الفنان لتلك الحادثة. وحسب مصادر بلجيكية فقد كان الراحل رفقة صديق له في السيارة، وكانوا متجهين نحو المطار للسفر إلى الجزائر. كما أشارت صفحة بلجيكية أخرى أن سائق الشاحنة تعرض لكدمات خفيفة وهو في المستشفى. كما أكد أن سرعة السيارة هي سبب الحادث. وهذا ما نشرته قناة الشروق عن هذا الموضوع. نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. جزاكم الله خير الجزاء، لن تنسوه من صالح دعاويكم.